هلا هيك بعد ما صارت عندي جاهزة، شوفوا كيف انا عبيتها على قد الصينية. هلا بدي اغمرها بالسمنة. السمنة طبعا ما تكون سخنة، دايبة يعني بس ما تكون سخنة. بدي اغمرها بالسمنة وبعدين بدي اشويها. وهيك بعد ما غمرناها بالسمنة، هلا اللي بيحب يشويها بالفرن ما في مشكلة، واللي بيحب يشويها على الغاز كمان ما في مشكلة. هلا بنحطها بالفرن ان شاء الله. متى ما اخذت اللون اللي بدنا اياه من قيمة بنصفيها وبدنا نعطيها قطر. عيار القطر تبعها تقريبا وسط، لا تقيل ولا خفيف، وسط. يعني كاسة مي، كاستين سكر، عيار الشيرة تبعها. هلا بنحطها بالفرن ان شاء الله وبنشوفكم بالمرحلة اللي بعدها. وهلا هيك بعد ما طلعتها من الفرن شوفوا كيف صفيتها انا من السمنة، ما عاد صفيها سمنة نهائيا. هلا بدي اعطيها وهي سخنة، بدي اعطيها الشيرة او الشربات. الشيرة او الشربات ما بيأثر، يعني لو كانوا سخنين ما بيأثر. بسم الله. وهلا هيك بعد ما شربت قطر عندي، صارت عندي جاهزة. طبعا أنا قلبتها على صينية تانية مشان الجنبين يشربوا قطر. هلا بنستناها لتبرد. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله ينال إعجابكم. وإن عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. كان معكم الشيف فؤاد.